باشمهندس، الاختبارات عباره عن ايه يعني؟ عبارة عن إيه؟ انا اسف. اختبارات لياقة. يا هلا يا هلا، أهلا بيكم في حكاية جديدة مع بيرفكتو. الحكاية النهاردة يا جماعة عن الانترفيو، مقابلة الشغل. ولو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت انك ازاي اصلا تلاقي المجال المناسب ليك وازاي تلاقي الشغل وازاي تقدم وتلاقيه فين، ارجع شوف الحلقات اللي فاتت عشان اكيد فايتك. انا هقسم يا جماعة الانترفيو الى مرحلتين: مرحلة ما قبل الانترفيو، ما قبل مقابلة العمل، وما بعد مقابلة العمل. ما قبل مقابلة العمل ما هي إلا شوية خطوات لازم تعملها بكل اجتهاد وبكل إصرار وبكل عزيمة، لأن الموضوع لا يقل أهمية عن إنك مثلا داخل امتحان، لا يقل أهمية عن إنك بمعنى اللي أنت هتعمله في الانترفيو هو مترتب عن اللي أنت ذاكرته واللي أنت اجتهدت فيه في الأسبوع اللي قبل الانترفيو. خلينا نبدأ حكايتنا ونقول سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جالك الإيميل إن أنت اتقبلت وأنت accepted في مكان ما، في شركة ما، أيا كان مكانها، أيا كان سمعتها، أيا كان المجال. أعمل إيه يا عم بيرفكتو؟ إيه المفروض اللي أنا أعمله عشان أأكد لنفسي إن أنا أتقبل؟ طيب، أول حاجة يا معلم لازم تذاكر كويس، ولازم تذاكر كويس دي أنا أحط تحتها 50 خط. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تحضّر كويس بالضبط إيه هي الأسئلة اللي ممكن تتسأل فيها في الinterview، أجيبها إزاي؟ ندّيك مثال صغير إن أنت في مجال التدريس مثلًا ورايح تقدّم إن أنت مدرس English. أول حاجة تعملها إنك تخش على أي موقع وتكتب ذكاء اصطناعي طبعًا، إيه هي الأسئلة اللي ممكن تتسأل لي وأنا مقدّم مدرس إنجليزي؟ هيبتدي يدّيك شوية الأسئلة، حاول تفهم الإجابات وبلاش تحفظها. وليه اللي أنا باقول لك كده؟ لإن في الأول وفي الآخر في الinterview ممكن الinterviewer أو الشخص الHR اللي بيعمل لك المقابلة يوقفك ويسألك في أي وقت. فضروري جدًا إنك تبقى فاهم كويس اللي أنت بتقوله، كأن اتنين بيتكلموا مع بعض في الحقيقة، فأنت ضروري كويس إن أنت تكون بتوصّل له المعلومة بطريقة تمام عادي جدًا، بطريقة سلسة. طيب، تاني حاجة، عرفت الأسئلة وعرفت إيه اللي ممكن يتسأل لك، تخش وتعرف الشركة دي بتعمل إيه، بتصنّع إيه، بتصدّر إيه، المدرسة دي فين، الموقع إيه، المؤسسة اللي أنت هتشتغل عندها لازم تعرف معلومات عنها. مش هاقول لك بقى اتأسست إمتى وبتاع، بس at least على الأقل تعرف إيه هم اللي بيعملوه، إيه الصناعة، إيه اللي بيوفّروه، إيه الخدمة اللي هم بيعملوها، حتى لو ده برّه مجالك. بمعنى أنت النهارده رايح تشتغل في شركة معيّنة لتصنيع القماش وأنت graphic designer، ما لكش علاقة خالص بأي شيء ليه علاقة مثلًا بالقماش ولا التصنيع ولكن المعلومات نفسها بتبين للinterviewer أو الشخص اللي بيعمل لك المقابلة إن أنت فعلًا شخص مجتهد وقاري عن الشركة واجتهدت، وده بيبين لي أنا كحد هاعمل لك تعيين إن أنت حد فعلًا تستحق الوظيفة. فبلاش تتكاسل في الحتة دي، واعرف معلومات عن الشركة. عرفت معلومات عن الشركة، جه الوقت إنك تعرف معلومات عن الHR أو الأشخاص اللي بيعملوا interviews في الشركة. النهارده LinkedIn لو أنت كتبت اسم الشركة هيبتدي يورّيك الناس اللي شغّالة فيها، تبتدي تخش وتشوف الHR المسؤول عن التعيين، تشوفه هو متخرّج من جامعة إيه، تشوف الفكرة العامة عنده هو واصل لحد فين، يعني تشوف كده مثلًا هو واخد شهادات إيه، تشوف هو بيعمل likes لإيه، تشوف هو بيتكلّم في إيه، تبتدي تفهم دماغه. طَب إيه دي لازمتها وهل أنا أبذل فيها مجهود أوي يا عم بيرفكتو؟ هاقول لك دي لازمتها إنك بتبتدي تفهم اللي قدّامك، بتاخد point عليه، بتاخد نقطة، بتاخد advantage وميزة، لإن أنت بتبقى داخل له هو عارف كل حاجة عنك وأنت مش عارف حاجة عنه، فبتبتدي تتعرّف عليه وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي هو ممكن يكون بيبوستها أو likes أو أيًا كان بطريقة professional. أنا مش باقول لك بتخش في حياته الشخصية، أنا باكلمك عن الحياة العملية المهنية اللي ليها علاقة بLinkedIn. تمام، خلّصت وذاكرت كويس وعرفت، نيجي لأهم نقطة. أهم نقطة إيه يا عم أنا عملت كل حاجة؟ لا، لا، لا. أهم نقطة وهي إيه؟ إنك تتدرّب كويس. اتدرّب، أنت ذاكرت صح، ناقص التدريب. بمعنى أول حاجة يا معلم لازم تجيب مراية وتبتدي تجاوب الأسئلة اللي أنت حفظت إجاباتها أو اللي أنت خلّينا نقول بقى اللي أنت فهمت إجاباتها كويس قدّام المراية. هتقول لي إيه لازمتها؟ هاقول لك لازمتها إن أنت بتدرّب لسانك وبُقّك وعقلك ومُخّك وحواسك كلّهم إن هم يقولوا الإجابات. طَب أنا كده ما استفدتش حاجة وحاسس إن أنا مجرّد باقول كلام. الكلام ده كل ما تقوله مرّة و2 و3 أولًا لمّا أنت تيجي
تقول قدام المراية مرة و2 هتبتدي تتلعثم في الأول، تبتدي تتلخبط، طب أنا أقول إيه قبل إيه، طب أنا أقول دي، طب والّا ده والّا دي، تاني وتالت ورابع وخامس هتبتدي تتطور، هتبتدي تقول الكلام كأنه عادي، بس هتقول لي يا عم هو ما فيش إحساس، أنا متفهم، بس دي أول خطوة في التدريب، إن أنت تدّي لنفسك رهبة إن أنت تتكلم، لإن دي مهارة إنك تعرف تتكلم قدّام شخص أو إنك تعرف تتكلم قدّام نَفْسك حتى، أنا مش باقول لك إن أنت لسه تتكلّم قدّام والدك أو والدتك أو أي حد، لأ أنا باكلّمك بس قدّام المراية. طيب ودي مهمة جدًا لو أنت شخص شغله معتمد على الpresentation. ليه بقى؟ لإن أنت بتبتدي تتدرّب إنّك تتكلّم قدّام نَفْسك أو قدّام حد، وطبعًا الpresentation أنا ممكن أعمل لها حلقة خاصة لإن الموضوع فيها كبير جدًا، ولكن أنا النهارده باتكلّم عن نقطة إنّك تبتدي تشيل من جواك رهبة إنّك تتكلّم. ونقطة صغيرة كمان لازم أتكلم عليها، لو أنت شغلك معتمد على لغة معينة أنت لسه مش قوي فيها، من أهم النقط إنك لازم تتدرب ولازم تنطق اللغة، لإن الinterview أو في المقابلة أنت بيبقى محطوط عليك ضغطين، ضغط إن أنت already في interview ونِفْسك تتقبل في الشغلانة دي لإن مثلًا ظروفك في حتة معينة ونِفْسك في الشغل. تاني نوع ضغط إن أنت ما بتتكلمش باللغة بتاعتك، بتتكلم بلغة تانية، ودي في حد ذاتها حتى لو أنت قوي في اللغة بتضعفك، فلازم تتدرب وإنك تتكلم كتير تحت ضغط. آخر حاجة لازم أقولها لك بقى إن أنت من كتر المقابلات اللي أنت بتعملها ومن كتر المذاكرة ومن كتر تدريبك سواء في المراية أو مع حد، ده هيدّيك ميزة ودافع إن أنت دايمًا هتاخد خبرة عن اللي حواليك، بمعنى أول مقابلة ليك غير تاني، غير رقم 5، غير رقم 50، غير رقم 100. اللي قاعد قدّامك ده كان بيوصل لمرحلة إن هو بيعمل مقابلات لمجرد إنه يكتسب خبرة الinterview، بمعنى أنا كان ممكن في اليوم أعمل لي 3 و4 interview لمجرد إني أعرف إيه نوع الأسئلة، المفروض أتكلم إزاي، أنواع البشر المختلفة اللي أنا باقابلها. خلّيني أدّيك مثال بسيط وأنهي بيه الفيديو ده. أنا كنت وصلت بيّا لمرحلة إني ممكن أقنع شخص بحاجة أنا ما عملتهاش، ومش باقول لك اعمل كده، بس أنا باقول لك إن من كتر ما أنا ذاكرت الحاجة، ومن كتر ما أنا ابتديت أعرف نوعيات الأشخاص الكتيرة، ومن كتر ما أنا عرفت الشغلانة المعينة دي ممكن تتكلم في إيه، قدرت أوصّل له وأقنعه بإني مثلًا قُلت له إني اشتغلت الشغلانة دي 3 سنين، وأنا ما اشتغلتش فيها غير سنة واحدة، يصدّق ويأكد ويبصم على كلامي، وهو ده من كتر بس المقابلات اللي عملتها، التدريب اللي عملته قدّام المراية، ومن كتر المذاكرة، ومن كتر ما أنا عرفت أقرا اللي قدّامي، ودي مهارة مهمة جدًا هتكتسبها مع الوقت ومع الخبرة ومع كتر المقابلات. في نهاية حكايتنا لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتقول لي بقى إيه المجال اللي أنت نِفْسك تشتغل فيه، ولو جالك interview هتعمل إيه؟